With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. كنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي موسم ال NBA بيمشي من بدايته لنهايته، ولو ما شفتش الفيديو ده انصحك تروح تشوفه الاول. النهاردة هنكمل الرحلة من زاوية تانية خالص. لو فاكر ان متعة ال NBA بتخلص مع صفارة نهاية النهائي، فانتم فايتكم كتير جدا. الاوف سيزون او فترة الاجازة دي مش مجرد وقت اللعيبة بتتنطط فيه على اليخوت، ده الوقت اللي بيترسم فيه شكل البطولة الجاية بالكامل. فترة مليانة تفاصيل دقيقة، صفقات بتطبخ على الهادي، ودراما تخليك قاعد مستني التويتة الجاية من شمس أو ووج. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نفهم الإثارة دي بتشتغل إزاي وقوانينها إيه. يلا بينا. نبدأ بأول حاجة ال NBA درافت أو الدرافت. قبل ما نبدأ كلام عن الدرافت خلينا أقولك إن كل فريق بيكون ليه اختيارين كل سنة، اختيار جولة أولى واختيار جولة تانية، وللفرق الحق إنها تدخل بطاقات الدرافت دي في مبادلات بينها وبين بعض. ال NBA درافت هي الليلة اللي أحلام اللعيبة الشباب بتتحقق فيها، والفرق الضايعة بتبدأ تبص للمستقبل، لأن الدرافت هو البوابة الأساسية اللي بيدخل منها أغلب لعيبة الدوري لعالم ال NBA. الموضوع بيبدأ بحاجة اسمها اللوتري، وهي قرعة بتتعمل للفرق ال 14 اللي ما تأهلوش للبلاي اوفس. والقوانين هنا واضحة، الثلاث فرق الأخيرة في الترتيب بيكون ليهم أعلى نسبة، حوالي 14% لكل فريق، إنهم ياخدوا الاختيار الأول. بس مفيش حاجة مضمونة، ممكن تلاقي فريق نط من المركز ال 12 للمركز الأول. الدرافت نفسه بيتقسم على جولتين، الفريق اللي عليه الدور بيختار لاعب شاب وبيمضيه على روكي سكيل كونتراكت أو عقد للعيبة الشباب، وده عقد بيكون بقوانين صارمة من الرابطة، بيحدد مرتب اللاعب على حسب ترتيب اختياره، الأول بياخد رقم معين والتاني أقل شوية وهكذا. مدة العقد ده بتكون 4 سنين، أول سنتين مضمونين، والسنة التالتة والرابعة بتكون اختيار للفريق، وده بيدي الفرق الأمان عشان تحمي استثمارها في المواهب دي. ولو مش عارف يعني ايه اختيار الفريق، فده حق بيكون للفريق انه يكمل السنتين الباقيين من العقد مع اللاعب او يلغيه. ندخل على تاني حاجة وهي الفري ايجنسي او سوق الانتقالات. لو عايز تفهم ازاي فريق بيبني قائمته من الصفر كل صيف، لازم تعرف الفري ايجنسي الاول. عقود الفري ايجنسي مش مجرد ورقة وقلم ورقم وخلاص، ده نظام دقيق بقوانين واضحة بتحدد مين ياخد ايه وامتى. تعال نتفرج على انواع العقود ونعرف كل لاعب بياخد انهي نوع بالظبط. قبل ما نبدأ اول نوع، انا غرضي ان انا افهمك كل حاجة وابسطها لك على قد ما اقدر. هيكون في ارقام كتيرة جاية لكن حاول تركز معايا. اول نوع عقد الحد الاقصى او الماكس كونتراكت للنجوم بس واللعيبة اللي بتشيل فرق على كتافها. قيمة الماكس مش رقم ثابت، دي نسبة مئوية من سقف رواتب الفريق، بتزيد على حسب سنين خبرة اللاعب في الدوري. لو خبرة اللاعب ده من سنة ل6 سنين بياخد حد أقصى 25% من سقف رواتب الفريق. لو خبرته من 7 ل9 سنين بياخد 30%. لو خبرته 10 سنين أو أكتر بياخد 35%. تاني نوع وهو عقد السوبر ماكس، ده أعلى وأغلى عقد ممكن لاعب يمضيه، بس شروطه تعجيزية عشان تحمي الفرق الصغيرة من إن نجوم هيمشوا. مين اللي بياخده؟ لازم يكون لاعب مكمل مع الفريق اللي اختاره في الدرافت أو اتنقله في أول 4 سنين ليه في الدوري، وخبرته من 7 ل9 سنين، فبدل ما ياخد 30% الطبيعية بياخد 35% كاملين، يعني كأنه لاعب بقاله 10 سنين في الدوري. الشرط التاني وهو الأصعب، لازم اللاعب ده يحقق إنجاز فردي، يا إما جايزة ال MVP أو جايزة أفضل مدافع في السنة، أو اختياره في تشكيلة ال NBA في السنة الأخيرة قبل العقد، أو سنتين من آخر 3 سنين لو حقق الشرط ده. فريقه يقدر يغريه بالرقم الأسطوري ده اللي مفيش فريق تاني يقدر يديهوله. ندخل على العقد اللي بعد كده وهي عقود الاستثناءات أو الإكسبشنز، ودي بصراحة فيها كلام كتير جدا.
خليني اقول لك العناوين انها بتتقسم بس لميد ليفل اكسبشن وباي انوال اكسبشن. الميد ليفل اكسبشن ده كارت بيستخدمه الفريق عشان يجيب لاعب رول بلاير محترم، ولكن الباي انوال والباي انوال اكسبشن ده استثناء اصغر مسموح للفريق يستخدمه مرة واحدة كل سنتين عشان يمضي مع لاعب خدماته سريعة وبسعر مناسب. النوع اللي بعد كده وهو عقد الحد الادنى. ده عقد بيتحدد بالخبرة ومخصص لنوعين من اللعيبة: النجوم اللي في نص الطريق للاعتزال، وده بيكون لاعب كبير ما بقاش قادر يشيل الفريق بس عايز يروح فريق قوي ينافس على البطولة، فبيمضي بأقل رقم مسموح بيه لخبرته عشان ما يضغطش على ميزانية الفريق. النوع التاني من اللعيبة وهي اللعيبة اللي بتثبت نفسها، لاعب لسه في بداية طريقه والفرق مش عايزة تغامر بفلوس كتير معاه. الرابطة بتساهم ماليا مع الفرق اللي بتمضي مع لاعبين بخبرة عالية على عقد الحد الأدنى. يعني لو لاعب خبرته 10 سنين ومستحق 3 مليون مثلا، الفريق بيدفع جزء من الرقم ده بس، والرابطة بتغطي الباقي. الفكرة إن الفرق ما تبقاش مضطرة تمضي مع لاعب شاب رخيص بدل الخبرة بسبب الفلوس بس. العقود ثنائية الاتجاه أو التو واي كونتراكت، وهو مخصص للاعيبة الشباب الواعدين اللي خبرتهم أقل من 4 سنين. اللاعب هنا بيتنقل بين ال NBA ودوري التطوير اللي هو الجي ليج، ومسموح له يقعد مع فريق ال NBA الأساسي 50 ماتش بس في الموسم، ومرتبه بيكون نص الحد الأدنى لرواتب ال NBA تقريبا. آخر نوع من أنواع العقود وهي الإكزيبت 10، وده بيكون فترة اختبار وتحفيز. ده عقد حد أدنى غير مضمون، بيتاخد وقت التريننج كامب في سبتمبر عشان اللاعب يتجرب بس. لو الفريق قرر يستغنى عن اللاعب ووافق يروح يلعب لفريق الجي ليج التابع لنفس الفريق وقعد معاهم 60 يوم، بياخد مكافأة مالية بتوصل ل75 ألف دولار فوق مرتبه الأساسي طبعا. وممكن العقد ده يتحول لتو واي كونتراكت قبل ما الموسم يبدأ لو اللاعب بدأ يلفت الأنظار في التدريبات. ندخل على التريد ماركت أو سوق الانتقالات. سوق الانتقالات في ال NBA مش مجرد خد وهات زي اللي بنشوفه في الكورة، ده معمعة قانونية بمعادلات مالية دقيقة بتخلي مسؤولي الفرق سهرانين ليل مع نهار عشان يلاقوا ثغرة يخلصوا بيها صفقة من غير ما الرابطة ترفضها. أول حاجة عايز أقولها لك وهي قانون توازن الرواتب. ال NBA ما عندهاش نظام شراء عقود بفلوس زي الكورة. لو عايز لاعب من فريق تاني لازم تديله لاعب أو أكتر كمان مكانه عشان الصفقة دي تتم. الرواتب الخارجة من عندك لازم تتناسب مع الرواتب الداخلة ليك، والحسبة هنا بتعتمد على وضع الفريق الضريبي. الفرق الغلابة اللي هي تحت سقف الرواتب بتقدر تستقبل أي لاعب بأي راتب طالما عندهم مساحة فاضية، والفرق المتوسطة اللي هي فوق السقف بس تحت خط الضرايب لو هتبعت لاعب بياخد 10 مليون مسموح تستقبل مكانه لاعب بياخد لحد 15 مليون تقريبا. لكن الفرق اللي بتكون فوق خط الضرايب الأول والتاني دي الرابطة بتكتفها حرفيا. لو الفريق ده فوق خط الضرايب التاني قانون الصفقة بيبقى دولار فور دولار. ازاي؟ يعني لو هتاخد لاعب بياخد 30 مليون لازم تبعت لاعبين مجموع عقودهم 30 مليون على الأقل، سنت واحد زيادة والصفقة تترفض فورا. بعد كده ندخل على طبخة الساين اند تريد، يعني نمضي ونتاجر باللاعب ده او نبدله. يعني دي من اذكى الصفقات اللي بتحصل في الصيف. تخيل كده معايا نجم كبير عقده خلاص بقى فري ايجنت ملوش فريق وعايز يمشي الفريق تاني، بس الفريق التاني ده ما عندوش مساحة في سقف الرواتب عشان يمضيه، فبيحصل اتفاق ثلاثي. اللاعب بيجدد عقده مع الفريق القديم كإجراء صوري، وبمجرد ما الحبر ينشف على الورق الفريق القديم بيعمل له تريد فورا للفريق الجديد اللي عايزه. هنا اللاعب بياخد العقد اللي هو عايزه وممكن يحافظ على امتيازات مالية معينة زي زيادة سنوية أكبر، والفريق القديم بدل ما يخسر نجمه ببلاش بياخد من الفريق الجديد لاعب تاني أو اختيارات درافت يعوض بيها، والفريق الجديد بياخد النجم من غير ما يحتاج مساحة فاضية في السقف. وفي شرط مهم بيحكم الصفقة دي:
عقد الساين اند تريد لازم تكون مدته 3 سنين على الأقل. السنة الأولى منها مضمونة بالكامل وما ينفعش يتعمل وسط الموسم، لازم في الأوف سيزون بس. القاعدة اللي بعد كده وهي قاعدة ستيبيان أو ستيبيان رول. زمان كان في مالك فريق لكليفلاند كافاليرز اسمه تيد ستيبيان، وكان متهور جدا في قراراته، كان بيفرط في اختيارات الدرافت بتاعة فريقه في صفقات فاشلة جدا، لدرجة انه دمر مستقبل الفريق ده لسنوات كتيرة جدا. الرابطة عشان تحمي الفرق من غباء الادارات عملت قانون باسمه، وبيقول ببساطة ممنوع اي فريق يتخلى عن اختيار الجولة الاولى سنتين متتاليتين. يعني لو بعت اختيارك بتاع سنة 2027 لازم تحتفظ باختيار 2028، بس تقدر تبيع 2029. بعد كده في التريد اكسبشنز او الكوبون المالي. ساعات بتحصل صفقة غير متوازنة، يعني فريق بيبعت لاعب بياخد 10 مليون والفريق التاني بياخده جوه المساحة الفاضية للرواتب من غير ما يبعت لاعب قصاده. هنا بيتولد للفريق الاول تريد اكسبشن بقيمة 10 مليون، وده زي كوبون او فيزا كارد مشحونة الفريق بيحتفظ بيها لمدة سنة كاملة ويقدر يستخدمها في أي وقت عشان يشتري لاعب من فريق تاني عقده 10 مليون أو أقل من غير ما يبعت لاعب في المقابل. آخر حاجة في موضوع الانتقالات ده وهو التريد ديدلاين، وده بيكون آخر ميعاد إن يحصل مبادلات بين الفرق. سوق الانتقالات بيقفل في نص الموسم تقريبا، تحديدا أول خميس من فبراير، وبيكون بيسبق أسبوع الأول ستار. بعد الميعاد ده ممنوع أي فريق يعمل صفقات تبادلية لحد ما الموسم ينتهي تماما للفريقين. اللاعبين اللي بيتسرحوا بعد كده مالهمش حل غير الباي اوت ماركت، وهو ان الفريق يفسخ عقدهم ويديهم فلوسهم فيروحوا يمضوا كفري ايجنت مع فرق بتنافس على البطولة. وبس يا سيدي، دي لفة سريعة في كواليس ودستور ال NBA اوف سيزون. قولولي في الكومنتات ايه اكتر جزء بيعجبكم في ال NBA اوف سيزون، وفريقك المفضل عمل الصفقات اللي كنت مستنيها ولا لا. ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.